ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض الطحينة افضل وانضف من المصانع كمان بالطريقة الاصلية القديمة بدون اضافات كتير زي الدقيق والسوداني والحاجات اللي هما بيضيفوها حاليا دي. هنعمل نص كيلو هيطلع معانا الكمية دي. استخدمها بقى في السلطات وسلطة سلطة الطحينة وسلطة بابا غنوج، على الجبنة القديمة، على الفول جمالها وطعمتها، على الفول كمان بالأخص في رمضان. طبعا الطحينة دي سلطة أساسية معانا في رمضان. الفيديو ده للناس اللي بتحب الطحينة بالطريقة الأصلية الأساسية القديمة بتاعة السرجة القديمة، اللي هي بالسمسم فقط بدون أي إضافات. أول حاجة معانا نص كوباية من الزيت، يكون نوع نظيف بدون طعم وبدون ريحة. معايا 4 كوبايات من السمسم، كوبايتين سمسم محمصين وكوبايتين سمسم أبيض عادي. نقلبهم مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هنعمل الطحينة على مرحلتين. اول مرحلة هنضيفها في الكبة لحد ما ننعمها خالص وتخرج كمية الزيت اللي فيها، عشان توفر معانا في الزيت وما نستخدمش زيت كتير، وعلشان تنعم بسرعة معانا في الخلاط. هنطحن كويس. طبعا لو عندنا كبة كبيرة مش هنحتاج المرحلة التانية او مش هنقسم الطحينة على مرحلتين. هنحط كل كمية السمسم مع بعضها تطحن يكون ناعم جدا لحد ما تخرج كمية زيت منها. بعدين هنضيف نص كوباية الزيت بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بس انا عشان خاطر حجمها صغير فبضيف شوية شوية. طبعا كده لسه ما كملتش معانا مفرولة. هنكمل طحن عادي لحد ما تنعم معانا وتطلع الزيت بتاعها. تاني مرحلة هنضيفها في الخلاط. اول حاجة هنضيف كده في الخلاط ربع كوباية الزيت اللي كانت معانا. طبعا هنحط كمية زيت في الاول علشان الخلاط يمشي معانا، ونضربهم بالشكل ده علشان خاطر الزيت بعد كده ما يطفاش على وش الطحينة. نقلل من ان هو يطفى على وش الطحينة يعني في البرطمان. بعد كده هنضيف السمسم اللي احنا نعمناه كويس جدا في الكبة. كل ما نعمل حبة في المطحنة نضيفهم في الخلاط. ما ضفناش اي زيت تاني خالص، هي ربع كوباية الاولانية بس، والخلاط ماشي معانا اهو. اول ما نحس ان هو تقل نضيف له حوالي معلقة او 2 كده لحد ما نوصل للقوام ده، ونخلص كل كمية السمسم اللي كانت معاه. هنصب بقى في برطمانات متعقمة ونقفل عليه كويس خالص ونشيله عادي في المطبخ من غير لا تلاجة ولا اي حاجة. بس لما نيجي ناخد منه ما ناخدش بمعلقة من البرطمان، ولو خدنا بمعلقة تكون نظيفة وجافة خالص. طبعا في الاول كده بعد ما نخلصها ضرب وتنعم معانا ما يكونش فيه اي تكتلات او حبيبات، هنحس ان الطحينة خفيفة. هنسيبها بقى وتهدى كده، هتبرد وهتبقى جميلة وسمكها مناسب زي اللي احنا بنشتروه من في البراطين المعلبة او بتاعة المصانع او نشتريه من السيرك. طبعا ده بيكون بدون اضافة دقيق او سوداني زي ما ناس كتير بتعمل عشان تزود الكمية. عملت معانا الكمية دي برطمان وشوية في البرطمان التاني، يعني حوالي ربع البرطمان التاني كده، ال4 كوبايات من السمسم. وتبقى معانا الكمية دي من الزيت، يعني حوالي معلقتين كبار كمان من الزيت بقى ومعانا من النص كوباية. طبعا الطحينة من الأطباق الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة لي أنا شخصيا في رمضان، وبالنسبة لمعظم المصريين طبعا. وعشان احنا داخلين على الشهر الكريم فحبيت نعمل معاكم الطحينة بالطريقة الأصلية. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.